السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شباب. كما وعدناكم حل مشكلة الفاقد في روتر الدمج وروتر التوزيع. طبعا بداية ندخل إلى روتر الدمج. في عدة تعديلات تعدلها في روتر الدمج وروتر التوزيع. طبعا الاتصال بين روتر الدمج وروتر التوزيع يكون برودباند، هذا أولا. ثاني شيء إنشاء قوائم انتظار، وهذا وريكم كيف. أولا ندخل إلى الكيو تايب وتأكد لي ان الخوارزميات هذا ما كنت معدل عليهن. مثلا الديفولت سمول الاغلب يحطها اس اف كيو، وهذا غلط يسبب اختناق وقت الضربة وما الى ذلك، يعني حل عقيم. الافضل رجعها على ما كانت بيفو والكيو سايز 10، يعني ما تعدلش في هذا القائمة ابدا. ثاني شيء انتقل الى السمبل كيو، انشئ قائمة سميها اي اسم وخلي هذا التارجت اصفر وفعل موافق. يعني انا نرجع نعدل فيها بس مؤقتا. وبعدين انتقل الى قائمة البي بي 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 وروح الى بروفايل وفعل اضافة وانشاء بروفايل جديد. يعني اولا معك اللوكال ادرس والريموت ادرس. اللوكال ادرس وهو الاي بي حق الدمج، والريموت ادرس وهو الاي بي الذي اشرف الى التوزيع. شوف انا عندي اي بي الدمج 192.168.11.1 اضيفه اكتبه 192.168.11.1. الريموت ادرس الذي قلنا عيروح للتوزيع 192.168.11.10 وافعل موافق. وعاد احنا نرجع لها هنا واذكر يعني في تعديلات. ونروح الى قائمة السكرينت ونفعل اضافة. اكتب النيم الذي يعجبك. مثلا انا عندي صلحتها 114 والباسورد 114 والسيرفايس ترابل بيوي والبروفايل الذي انا انشأته بالحين. انا قد انشأتها من قبل اذا ها موجودة. وبعدين انتقل الى ترابل بيوي سيرفر لانشاء سيرفر برودباند. على اضافة حدد كرت الخروج الى التوزيع، عينه. انا عندي هذا مكتوب اوت، او عندك بورت رقم 6 رقم 7، هذا انت اخبر يعني المنفذ الذي انت مخرج من الدمج للتوزيع. واشر على هذا وفعل موافق. ثانيا انتقل الى انترفيس وادخل الى وضيف ترابل بيوي سيرفر بين بينج. اكتب هان اليوزر الذي انت فعلته 114 واكتب اسم السيرفايس الذي هو هذا السيرفايس نيم. طالع كوبي وهان هنا انا ما قلت لك ترابل بيوي سيرفر بين بينج. اكتب 114 وهنا السيرفايس وعلى اوكي. انا قد اضفتها عندي اذا ها طبيعي. هذا هنا هذا كرت الخروج حقي قدو، يعني هذا الذي ساحب منها التوزيع. المهم ارجع الى قائمة الكيو. مش انا اضفت اول قلت لكم هذه هي اصفار، يعني هذه كانت اصفار. بدل ما هي اصفار حددها على ايش؟ على هذا السيرفر البرودباند الذي احنا فعلنا خروج التارجت، حددت عليه. تمام. الان نرجع الى بي 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 وادخل الى بروفايل. وبعدين افتح البروفايل الذي احنا ايش صلحناه هذا، وانتقل الى الليمت. حدد السرعة الإجمالية في الرايت ليميت الرفع والتوزيع، يعني الرفع الشبكة كامل الدمج كان بيخرج رفع وتنزيل. انا عندي 5 ميجا على 20 ميجا. والكيو البارنت كيو حددها الذي احنا صلحنا الاضافة التي في الكيو.
والكيو تايب ديفولت سمول، وفعل موافق. كذا امورك تمام. الان في الدمج انت انتهيت، وازنت التحميلات كامل، يعني ما بش معك فاقد الا يعني حاجة بسيطة. الان ننتقل الى التوزيع. الان ننتقل الى سيرفر التوزيع. اولا ننتقل الى الدي اتش سي بي كلاينت. شوفوا ده معك اضافة، اسحب من دي اتش سي بي الدمج، وقفها. وده ما بش معك والكل يعني تدخل الراوت، ووقف اي اضافة ستاتيك، لان احنا قلنا هنخلي الاتصال برودباند. وانتقل الى قائمة البي بي بي بي، وفعل اضافة. حدد على انترفيس الدخول، واكتب الذي احنا سويناه اليوزر في الدمج 114 والباسورد 114، واشر على الدي ان اس وادد ديفولت راوت. خلاص موافق، وعلى طول يسحب الدمج ويدخل النت الى التوزيع. الان ننشئ قائمة انتظار بالهوت سبوت علشان نعالج مشكلة الدروبات في الخوارزمية في الديفولت سمول. اول حاجة ندخل الى الكيو تايب، نتأكد على والكل في راوتر التوزيع انك مش معدل في الخوارزمية هذا، لا على ما كرمتكم في الدم نفس القصة. الكايند بدل ما هي اس اف كيو داي عندك ردها بيفو 10 كيو سايز، وارجع الى السمبل كيو. افعل اضافة، اكتبها انا رينج الفيلانات كامل او رينج الخروج حق الهوت سبوت. مثلا انا شوف انا عندي انا موزع 172 17 و1 2 3 الى 254، يعني موزع هكذا. انت اذا انت موزع 10 اكتب 10.0.0.0/8. موزع 172 16.0.0/16، اكتب الرنج. الا مش الرنج الهوت سبوتات اما هو كتبتها انا وسميه. شوف انا فاعل عندي سميته هوت سبوت بارنت، والتارجت كتبت الرنج حق الخروج كامل اللي هو هذا انا موزع به 17.00/16 وبعدين انتقل الى قائمة الهوت سبوت، الى البروفايلات. كل البروفايلات الذي عندك خلينا طبعا ادخل الى بروفايل، عدل على البروفايل الاول. انا عندي ادخل الى الكيو. طبعا الانسرت كيو بي 4 خليها بروتون، والبارنت كيو خليها الذي احنا انشأناه قلت لك هذا تمام. والكيو تايب خليها هوت سبوت ديفولت، وتأكد اذا عندك الهوت سبوت ديفولت نون، لان بعض المهندسين هذا ملاحظة مهمة يخليها نون على سبب ايش؟ على سبب الاضافات الديناميكية، الاضافات الديناميكية حق الهوت سبوتات. فانت احذفن او في سكريبت بشوفه وانزله يحذف الاضافات الديناميكية اول ما تفعل اعادة تشغيل. خليها على ما هي اس اف كيو، يعني الهوت سبوت ديفولت تكون اس اف كيو. نرجع الى الهوت سبوت، قلنا نعدل في البروفايل الاول بروتون هوت سبوت بارنت هوت سبوت ديفولت. طبعا هذا التقسيم السرعات تقسيم مرن روعة جدا جدا جدا، الذي هو انا كم قلت له، انا قلت له يوزع لي يقسم على المشتركين 512 رف على 1 ميجا تنزيل، وبعدين يرفع الى 1 ميجا رف و2 ميجا تحميل، وبعدين ينزل
نخفض إلى الثلثين الذي هو 768 إلى 1500 تحميل. الوقت 8/8. الأولوية واحد. متى يبدأ هذا الكلام؟ في 128 كيلو على 512 تحميل. فلو جينا نركز مثلا هذا المشتركين حقي، افتح واحد منهم اشوف كيف قسم له. شوف ماكسيمت 512 تحميل 1 ميجا. فورش تايم يعني يرفع لهم خلال 8 ثواني 1 ميجا على 2 ميجا، ويرجع ينخفض الى 786 على 1536. متى يبدأ الكلام هذا كله؟ في الليمتات في 128 كيلو على 512 كيلو. وركز ان البارنت وتثبت بارنت كلهم قدم مربوطين ايش على البارنت اللي احنا سويناه. ولو جيت تركز هنا دروبات ما بشكل يعني مش موجود. شوف هذا واحد بيحمل، يعني شوف الدروب ما فيش دروب، يعني امور ضخمة جدا. الى هنا وانتهينا من حل مشكلة الفائدة. تبقينا معانا نشرح لكم طريقة حذف النات والكل، يعني كيف تستفيد من الراوتينج بين الدمج والتوزيع. طبعا ادخل الى فايرو نات. شوف انا ما بش عندي سكرنت مطفي ما يحتاج. هكذا عندي النات محذوف. شوف الصفحة تطلع عندي طبيعي. طبعا انا ما كلمتكم محذوف النات والصفحة تطلع اوتوماتيكيا. شوف كيف تطبق هذا الخطوة. تطبق هذا الخطوة ارجع الى روتر الدمج. ندخل الى اي بي راوت. فعل اضافة. اكتب هنا في الديستنيشن ادرس اكتب رنج التوزيع. كم هو رنج التوزيع؟ انا عندي انا ما كلمتكم 172.17.0.0/16. الجيت واي حط اي بي الذي صرفه الدمج للتوزيع. احكموا 192.168.11.10 الذي هو هذا. هذا قلنا أصرفه التوزيع. وفعل موافق أنا قدر إضافة عندي موجودة سابقا ما يحتاج الإضافة. وانت ركز كم عندك أنا إذا عندي موجودة سابقا ما يحتاج. وانت ركز إذا حقك الرنج مثلا بتوزع رنج 10 الدي لنا تحرك. اكتب هنا 10.0.0.0/ نفترض 8 جدول جميع الخانات الأربع الأصفار. قمت نعدل فيهم مثلا 10/1 10/2 أو 10/0/1 بدو 8 يعني لهم كلهم. وإلى هنا انتهينا. وادخل إلى التوزيع للنت. وقف أي إضافات. وطبعا إذا في معك انتينات ما رضينش يفتحن ولا شيء فعل إضافة. وخلي الديستنيشن أدرس اكتب رنج الانتينات حقك او الاكسسات مثلا ده ما رضينش يفتح فيما بعد عملية حذف النت هذا. خلي هذا وخلي الاكشن ما يسكريت وافتح معك على طول. اتمنى ان انا شرحت لكم شرح واضح، والمسامحة اذا الصوت مش واضح ولا شيء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.